ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده، لما تيجي تعامل حد وحش حط نفسك مكانه. انت هتحب ان حد يعاملك وحش؟ انت هتحب ان حد يقولك كلمة مش عاجباك؟ انت هتحب ان حد يعاملك معاملة وحشة؟ لا طبعا. فيا ريت اما تيجي تعامل حد حط نفسك مكانه. شوف اللي قدامك لو عاملك نفس المعاملة انت هتستحمل المعاملة دي؟ انت هتستحمل الكلمة دي اللي اتقالت لك؟ مش هتستحمل طبعا. فبلاش تعامل اللي قدامك باسلوب وحش او تقوله كلمة تجرحه او تقوله كلمة تضايقه. يا ريت نعامل بعض كده باسلوب كويس، بكلام حلو. نفضل يعني نمدح في بعض، نضحك في وش بعض، نبتسم كده في وش بعض، نقول كلام حلو. بلاش كده العنف في التعامل كده ونقول كلام لبعض مش كويس. حتى لو حصل موقف مش كويس نفضل بقى نقول انا مش عارف ايه وانت ايه وانت كذا وانت كذا ونشتم بقى ونعمل في بعض. بلاش الكلام ده، عشان الكلام ده بيعمل شرخ جوانا وحياتنا ما بترجعش تاني. يعني بعد الكلام اللي اتقال ده حياتنا ما بترجعش تاني زي الاول، وعلاقتنا ما بترجعش زي الاول، وحاجات كتير قوي بتتغير من الكلام اللي بيطلع من بقك. فخلي بالك من اي حاجة بتطلع من بقك علشان بتتحسب عليك وهتضايقك وبتضايقك وبتضايق اللي قدامك وبتخليه يشيل منك وبتخليه يفضل كده. يعني ممكن يزعل، على فكرة ممكن يزعل جامد ويتأثر، وممكن يحصل له مرض او حاجة، ممكن يجيله مرض او حاجة بسبب الكلمة اللي انت قلتها له. يعني انا اعرف واحدة زعلت من زميلتها، جات لها جلطة وماتت. فبجد الكلام ده بجد والله، الزعل بيجيب امراض وبيجيب حاجات ممكن يوصل للموت. فانت ما تشيلش ذنب حد. ما ان انت قلت له كلمة وزعلته وموتته، ده انت شلت ذنبه على فكرة. فما تزعلش حد حتى لو حد ضايقك بالكلام. ما يعني اسحب نفسك من الموضوع، حاول تسحب نفسك. ما تفضلش ان انت تشتمه بقى وتجرحه بالكلام وتجيب له القديم والجديد وتقول له ده انت عملت وعملت وانا عملت لك وانا سويت لك وانا دريت عليك. فاكر لما انت عملت مش عارف ايه؟ فاكر لما انت اتسجنت قبل كده؟ فاكر لما انت مش عارف ايه؟ فاكر؟ بلاش تجيب له القديم والجديد وتفتح في مواضيع. هو مثلا ضايقك في حاجة ابعد عنه شوية، جه صالحك وقال لك انا غلطان وكده كان بها، ما جاش صالحك خلاص. لكن ما بطل ان انت تجرح في الناس وتقول لهم كلام يضايقهم ويزعلهم، عشان لو حصل لهم حاجة انت اللي هتشيل ذنبهم. والدنيا مش مستاهلة كل ده على فكرة. يعني انت لو بصيت هتلاقي الدنيا مش مستاهلة كل ده. ف يعني العمر قصير، فاحنا خلينا ان احنا نتعامل مع بعض كويس ونحب بعض كده ونبتسم في وش بعض ونرمي همومنا كده. ما نفضلش نركز مع كل حاجة بتحصل ونفضل ن... ن... نضغط على حياتنا ونضغط على دماغنا ونفضل نفكر في ده وده واللي حصل واللي وصل وده. ريح دماغك وتعامل مع الناس كويس، وصدقني هتلاقي الحياة اختلفت معاك جدا. واعمل خير على قد ما تقدر طبعا. وبس كده. لو شايفين ان الفيديو ده ممكن يفيد حد اعملوا له شير واعملوا لي متابعة او اشتراك حسب ما بتشوفوني على الفيسبوك او اليوتيوب. وقولوا لي رأيكم في التعليقات في الكلام اللي انا قلته، واعملوا لي لايك طبعا. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.